السلام عليكم. قبل ما تسمع الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل خاصية الجرس. بنسمع كتير وبنشوف فيديوهات بتتكلم عن انك لازم تقول لأ. طب تعالوا نفهمها ببساطة كده. انت تعرف ان في جزء كبير من الضغط انت ممكن تحس بيه عشان مش قادر تقول لأ او تعترض او ترفض. هقولك ازاي. في مواقف كتير بتعدي عليك، زي مثلا حد جاي يطلب منك حاجة والحاجة دي انت مش هتقدر تعملها، او مش عاوز، او مش حابب تعملها، او تقيلة عليك، او ايا كان السبب يا سيدي. المهم انت بتكون من جواك عاوز تقول لأ، بس اللي بيحصل انك بتوافق ومش بتقول لأ، وده بيعمل لك ضغط نفسي من غير ما تحس، مع ان انت بتكون شايفها انها حاجة حلوة وبتساعد غيرك وبتنفذ طلبات، بس انت فعلا بتكون مش عاوز، فبترضي اللي قدامك على حساب نفسك فبتتخنق، خصوصا لو الموقف ده اتكرر كذا مرة ومع كذا حد وبطلبات مختلفة. انك تقول لأ مش بيكون في المواقف اللي فيها طلبات وبس، ولا معنى كلمة لأ انك تقولها كده زي ما هي. هتقولي طب ازاي؟ بص يا سيدي، لما ترد على حد بيكلمك بطريقة مش عاجباك ولا قابلها فانت كده بتقول لأ. لما تعبر عن رفضك لحاجة معينة هتتفرض عليك فانت كده بتقول لأ. لما ترفض بالذوق طلب معين فانت كده بتقول لأ. لما ما تكونش موافق على ميعاد خروجه كده مثلا عشان مشغول او مش قادر وتعبر عن ده وما توافقش فعلا، فانت كده بتقول لا. لما تحط حدود لنفسك، زي مثلا انك تتسأل سؤال انت مش حابب تجاوب عليه فما تجاوبش بطريقة فيها ذوق، فانت كده بتقول لا. قول لا من غير ما تنطق كلمة لا، هتحس بفرق كبير في حياتك انك بتعمل اللي انت عايزه من غير ما تضر حد. خليك جدع، تمام، ساعد غيرك، ايوه، اتنازل ساعات ما فيهاش مشكلة، بس مش طول الوقت. ولما تحس انك فعلا مش عاجبك اللي بيحصل سواء كلمة او تصرف، عبر عن نفسك واوعى تيجي عليها على طول، لان ده مش بيتشاف، فهتلاقي الضغط بيزيد عليك اكتر. عشان كده اتعلم تقول لا. السلام عليكم.